تخيل تروح تقدم في شركه تلبس اشيك طقم عندك وتعمل انترفيو وفي الاخر تسمع عن نفس الاسطوانه المشروخه هنكلمك يا استاذ، وطبعا هتترفض. هتعمل ايه؟ تكتب؟ لا، تروح تعمل برنامج وسبحان الله تخلي نفس الشركه دي اللي كانت لسه رافضاك من شويه، فاكرها؟ تقدم لك عرض 19 مليون دولار انت دولار علشان خاطر بس يشتروا منك البرنامج ده مش مشهد في فيلم هندي، دي قصه حقيقيه لجان كوم وبريان هاكاتون. عارف انا الصراحه للاسف دول مؤسسين برنامج الواتساب اللي بتفتحه كل يوم مع عمنا مارك صاحب شركه فيسبوك وانستجرام وماسنجر دلوقتي واتساب تقريبا. خلينا نرجع بالزمن شويه كده. جان كون ده كان شاب اوكراني على الحديد، قام ساب اوكرانيا وراح هاجر عقبال، وكان بيقف في طوابير الاعانه عشان ياخد بنات الاكل. الراجل ده اتعرف على بريان الشغل، شغالين في شركه ياهو، كان برنامج زمان فاكره ولا؟ وهوبا سابوا الشغل يروحوا يعملوا ايه بقى؟ يقدموا في شركه فيسبوك. فمش طموحاتهم عاليه قوي، وطبعا الاثنين اترفضوا. بس في سنه 2009 جان كوم تقريبا ورث وراح اشترى ايفون، وساعتها ابل كانت منزله ميزه جديده اسمها البوش كيش او الاشعارات لو انت جاهز. هنا بقى جات له الزيتون كتير بعد الساعه 12 ليه مفيش تطبيق يوريني الاستوريات بتاعت صحابي، الاستوريات اللي انت بتقعد تنزلها شويه ملهاش لازمه. هو اصلا زمان قبل الواتساب عشان تكلم حد لازم تاخد منه BIN بتاع البلاك بيري بتاعه او اليوزر نيم بتاع الياهو، تروح تبعت له تروح تبعت له ويقبلك. حوارات يعني كده مالكش دعوه بينا. جان كوم قال لك ايه بقى؟ يا عم انا عاوز اروح افتح برنامج الاقي كل الارقام قدامي واخش اكلمهم بسرعه. ودي بصراحه كانت نقطه عبقريه. واول ما نزل البرنامج ضرب في السما زيك انت دلوقتي لما تنزل تعمل قريب عملت ولا ايه؟ لدرجه انهم كانوا بيخلوا البرنامج ده ب1 دولار في السنه عشان يقللوا زحمه الفيديوهات. وبرغم كده الناس برضه بتدفع كل حاجه. انزل حط لايك. ويجي دلوقتي مارك كان قاعد مع الفيسبوك بتاعه ولقى ان في برنامج تاني بياكل الجو منه اللي هو الواتساب، والناس تسيب ماسنجر وتروح للواتساب. مارك جاله FOMO. لا هو مستني منك اللي انا افسرها لك مش عارف، بس هو كان خايف ان يفوت الترند وكبس والحاجات دي. وراح لجان كوم وقال له تبيع؟ قال له موافق بس عندي شروط. طبعا هو حاطط شرط كنت لسه رافضه من شويه. شروطي ان مفيش اعلانات، والله راجل محترم، ومفيش العاب، ومفيش اي حاجه تبوظ خصوصيه الناس. لا راجل كريم يعني من غير اي كلام. ومارك وافق ودفع 19 مليار دولار ينتهى دولار. تعرف جان كوم راح مضى العقد فين؟ خد مارك ووداه عند مبنى الشؤون الاجتماعيه اللي بيجيب لنا الاكل، يعني تواضع جدا. تفتكروا مارك كان هيسكت؟ لا طبعا. بعد فتره فيسبوك بدات تضغط، يا جماعه احنا دافعين 19 مليار دولار وعاوزين الداتا بتاعتنا، مش عارف انا ايه، وعاوزين نحط اعلانات. طبعا المبادئ بتاعتهم مش عاوزين يديهم الداتا بتاعتهم، يعني ناس محترمه جدا. لما الضغط زاد عليهم جان وبريان جابوا اخرهم وقالوا لمارك خدوا يا عم واشبع بيه. الناس كلها ضيقه جدا. تخيل سابوا اسهم ب 850 مليار دولار عشان خاطر بس يقف عند مبادئه وما يبيعوش الداتا بتاعت الناس. والاجمل من كده ان بريان بعد فتره دخل على تويتر اللي هو اكس دلوقتي وكتب تويته بيقول it is time delete فيسبوك. ايوه مؤسس الواتساب بيقول للفيسبوك، بيقول للناس تمسح الفيسبوك. السؤال هنا بقى ليك، انتوا تفتكروا بعد ما الرجاله دي مارك لسه محافظ على التشفير ولا احنا كنا متراقبين كل دوت وبنتباع للمعلنين؟ استنى رايكم في الكومنتات. ما تنساش اللايك وفولو لو الفيديو عجبك وفعل زر الجرس عشان يوصلك. سلام.